عمرك اتسألت بعد عملية خرجت غازات واستغربت؟ السؤال ده مش هزار خالص يا جماعة، ده أول إشارة إن جهازك الهضمي فاق من تأثير البنج. أثناء التخدير حركة الأمعاء بتدخل في وضع سكون، وده طبيعي لأن الجسم بيركز الدم على الأعضاء الحيوية، وعضلات الجهاز الهضمي بتبدأ ترتاح. بعد العملية لازم الأمعاء ترجع تتحرك بالتدريج، وأبسط دليل إن الحركة دي بدأت إن الغازات تخرج من الجسم، وده لو ما حصلش ممكن يحصل انتفاخ، قيء، ألم شديد، وساعات نوصل لمرحلة تركيب أنبوبة في الأنف لتفريغ المعدة. طيب تساعد أمعائك تصحى إزاي؟ حرك رجليك بدري، وامشي لو الدكتور سمح، اشرب شوية مية أو امضغ لبانة خالية من السكر، وخد نفس عميق مع كحة خفيفة من وقت للتاني، ده بيحفز الأعصاب اللي بتحرك الأمعاء. من غير خروج غازات أو تبرز أو بطنك بدأت تورم ومعاها ترجيع، لازم تبلغ الفريق الطبي فورا. فالمرة الجاية لما الممرضة تسألك طلعت غازات، ما تتكسفش وقول أيوة الحمد لله لو حصل، لأن العلامة البسيطة دي معناها إنك ماشي على طريق الشفاء بأمان، وربنا يحفظكم ويسعدكم.